بمناسبة رمضان عملت لكم أحلى كيكة جيلي سهلة وبسيطة ولذيذة ومنعشة في نفس الوقت، وعايزة أقول لكم إن انتوا يعني الكيكة دي خفيفة قوي 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 وحلوة قوي بجد ما يتشبعش منها. يعني انتوا بعد ما الفطار كده تكونوا محضرينها قبل كده، يعني تكونوا محضرينها وتاكلوها بعد الفطار. عايزة أقول لكم حلوة قوي مش تقيلة خالص، يعني تفتح برضه نفسكم. اي نعم انتوا بتكونوا واكلين بس بتبقى من كتر ما هي حلوة فنفسكم بتتفتح ان انتوا تاكلوها. شايفين بجد بترقص ازاي؟ بجد حلوة جدا وخفيفة كده ولذيذة، وشايفين شكلها صراحة يعني خرافي، فحلوة قوي يعني. المهم دلوقتي هعملها معاكم اقول لكم ازاي تعملوها تطلع معاكم بالشكل القمر ده. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي. وطبعا لو عايزين تعملوها بنوع فاكهة تاني تقدروا تغيروا نوع الجيلي اللي هتستخدموه، ونوع بعد ما تغيروا نوع الفاكهة طبعا. المهم هنا قطعت الفراولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين حلوة قوي ازاي. المهم تاني حاجة هنعملها خطوة الجيلي. هنجيب باكيت جيلي، هنحطه كده في الطبق بتاعنا، وبعد كده هنحط عليه كوباية مية مغلية ونقلبهم. وبعد كده نجيب نفس الكوباية اللي احنا حطينا بيها مية مغلية نحط بيها كوباية مية باردة. واختياري بقى انتوا لو حابين يعني زودوا سكر يا سكر. وبس بقى هنجيب القالب بتاعنا اللي انتوا هتستخدموه ايا كان. انا دهنت دهنة زيت بسيطة كده وحطيت الفراولة بتاعتنا، وبعد كده نزلت الجيلي ودخلوه دخلوه الفريزر او التلاجة ساعتين ساعة على حسب بقى، يعني على حسب براحتكم. المهم لغاية ما يمسك نفسه. المهم تاني طبقة هنعمل نفس اللي عملناه في الاول، باكيت جيلي ونحط عليه كوباية مية مغلية. بس هنا بقى حطيت نص كوباية مية باردة عشان هحط علبة زبادي حلوة كده، لو عندكم قشطة كمان زودوا. المهم وبس بقى بعد ما الطبقة الاولانية جمدت، شايفين مفيش اسهل من كده، موضوع سهل جدا وبسيط. حطينا الطبقة دي وبقى ندخلهم التلاجة لغاية ما يمسكوا نفسهم. انتوا بقى يعني تابعوهم ساعتين كده، سيبوهم براحتهم لغاية ما يمسكوا نفسهم. يعني انتوا ممكن تكونوا محضرينهم من بالليل او من بدري يعني. وبس بعد الفطار بقى طلعوها كلوها كده، بجد حلوة قوي وشكلها بجد يفتح النفس. عشان تنزلوها من الصينية تجيبوا مية مغلية تحطوا الصينية فيها لمدة 5 ثواني كده، 10 ثواني، وتشيلوها منها وتقوموا قلبين بقى القالب هيتقلب معاكم. البخار هيسيح حاجة بسيطة من الجيلي، فبالتالي هيتقلب معاكم بكل سهولة، وهيبقى شايفين شفاف كل حاجة مظبوطة. شايفين الجيلي مظبوط قوي وطعمه حلو جدا. واتمنى لو الوصفة دي عجبتكم بجد ياريت تدعموني وتشتركوا في القناة، عشان فعلا انا محتاجة دعمكم جدا جدا. وكل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعل رمضان خير عليكم بإذن الله. وبس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.